ايبانيز وموسى ديابي للهلال في كاس العالم للانديه، لانه اذا ما كنتم عارفين فهذا الخبر طلع من الرياضيه بشكل رسمي ان الهلال يبيهم على سبيل الاعاره، ولكن باختصار شديد يحلمون اللي فيك يفكرون يا ايبانيز. ايبانيز للاهلي وبس، وايه ممكن الهلال ياخذه، ولكن ممكن ياخذه في التصاميم، في المقاطع، في الكرير مود، اما انك تاخذه في الواقع. ايبانيز باقي في عقده مع الاهلي سنتين، وراح يجدد عقده مع الاهلي قريبا باذن الله لعده سنوات جايه. احلامكم واقعنا. ايبانيز لا يمس ابدا في الاهلي، ومو انا اللي اتدخل في مواضيع الجاره، بس حتى موسى ديابي الاتحاد مستحيل يفرط. اراعيكم يا هلاليه، بعد سحبه صلاح وفان دايك عندكم الان سحبه ديابي وايبانيز، ولسه الحاسبه تحسب. طلبوا متابع للمزيد، وصلوا على النبي واحلموا وحنا نعيش. يا ساتر يا ساتر. صحيفة الرياضية تؤكد يا جماعة ان في 2 لعيبة من دوري روشن راح يتم اعارتهم من نادي الهلال في كاس العالم للاندية. وطبعا الاخبار طلعت ان ديابي وايبانيز هم الافضل، يعني هم اللي ممكن بنسبة 90% النادي الهلال. صراحة صدمة، الهلال ياخذ اعارات من دوري روشن. وين الكلام والصفقات والاسماء اللي ممكن تصير في كاس العالم؟ طبعا ننتظر ونشوف الاخبار الرسميه يا جماعه خلال اليومين القادمه او الايام القادمه او الساعات القادمه على حسب الخبر. واكيد دام طلعت بصحيفه الرياضيه في اخبار دسمه خلال الايام الجايه ان الهلال من بياخذ. هل صدق في لعيبه من دوري روشن؟ هل في صفقات ممكن تتبدل مع الهلال ويطلعون لعيبه من الهلال الحاليين؟ منتظرين ونشوف يا جماعه. اي خبر قادم باذن الله بننزل لكم، لكن بعض الاحيان انزل في البرنامج الاصفر قبل، لان بعض الاحيان ما يمدينا اصور. تعال البرنامج الاصفر، الرابط في البايو او وقت اسم العربي بس. سلام. عاجل ورسميا الهلال يدخل في مفاوضات جادة لضم ايبانيز الاهلي للمشاركة في المونديال. الان موسى ديابي وايبانيز قد يمثلون الهلال في كأس العالم. ويا يا حبيبي الدية الغربية شايفها حلا سوق بقالة. لا يا حبيبي الاهلي حيرفض، وحنا حنرفض ديابي يا ابويا، ما حيمشي. تبي ديابي؟ عطني سالم يا حبيبي دور كامل. هات لا يكفون اعطوني راي. بالصحيفة الرياضية نادي الهلالي بيوقع مع موسى ديابي وإيبانيز على سبيل الإعارة عشان كأس العالم للأندية. نادي الهلال تحسه يعامل باقي الأندية كأنهم في بقالة. والله شوف موسى ديابي عجبني، لا والله إيبانيز لا، يمكن ديميرال. واللي ضحك في الموضوع الصحيفة الرياضية كاتبة إذا ما لقى لاعب يبقى ياخذ إيبانيز ولا موسى ديابي. طيب يمكن الاتحاد ما يبيعطيك، إيش بالقوة يباين ماني فاهم. المهم باذن الله بعيدة عنك يا هلال تقرب من موسى ديابي وايبانيز، الاهلاويه بيبيعوه ما ادري عنهم. سلام عليكم. وانت عزيزي المشاهد تبي تشوف اي مباراه في العالم مالك الا زد فور، اشترك 3 شهور بقيمه شهر واحد وفي تجربه مجانيه. الحق الرابط في البايو. نعم يا اخوان، في حال انك ما ضحكت اليوم فتعال انا مخصص لك هذا المقطع عشان تضحك بس، لان اذا ما كنت عارف يا عزيزي المتابع فهذا هو تعريف الضحك في الكرة السعودية. لان طلعت اخبار قبل شوي بان موسى ديابي وايبانيز خيارات محتملة كاعارة لنادي الهلال في كاس العالم للاندية، يعني راح ياخذون روجر ايبانيز وموسى ديابي لنادي الهلال كاعارة فقط لكاس العالم للاندية، ثم بعدها يعودون الى انديتهم الاصلية. يعني ايش من فضيحة وايش من ضحك يا اخوان، اقسم بالله وصلنا لمرحلة كارثية في الكرة السعودية. وذي المرة ما راح تكون فضيحة محلية بس تكون فضيحة عالمية سيشهدها الجميع يا اخوان. بالرغم من اني ماني اتحادي ورب الكعبة، ولكن يا اخوان ما شفنا هذا الدعم وهذه المحاباة عندما كان نادي الاتحاد مشارك في كاس العالم للأندية الذي اقيمت في جدة. والادهى والامر من ذلك بان ادارة الهلال قامت بوضع ايبانيز وديابي حلا اضطراريا ربما تلجأ اليه في حال عدم نجاح توفير الميزانية أو بسبب ضيق الوقت. أنا أقسم بالله العظيم ما أدري وش أقول، ورب الكعبة أنها فضيحة كروية لن تنسى وستضاف أيضا إلى سلسلة الفضايح الكروية في الكرة السعودية عبر التاريخ. ونقطة آخر السطر. في أخبار متداولة يقول لك الهلال يبغى إيبانيز من الأهلي ويبغى موسى ديابي من الاتحاد. يعني عينكم على مشحمة وعلى ملحمة. وليه خصيتوا أندية جدة؟ عندك الجار جنبك النصر، ولا ما بتسطون ترغبون من النادي؟ تعرفون لأنه في عندها الناس بيحافظون على حقوقهم ولا بيخرج لاعب من ناكله ويش. فمع احترامي لإدارتنا هنا معنا إدارة لها المعين، مع احترامي لنا الشخصي، شفنا طلعوا اللعيبة إعارات ولا حركوا ساكن. فلو جاء قالوا لهم بس لاعب كم مباراة نفلح ونرجع، ممكن يقولوا تفضلوا ان كان تبون كانتي زيد وفي كذا لاعب صحيحين معنا تفضلوا، ما بيحرك ساكن. فاتمنى ان كان هذا كلام صحيح فامنعنا يا مشعبي، حافظ على حقوق النادي. دريت انه يقولون الاخبار اللي بنسمعها يقولون نهاية الدوري انت بتفلح معك شغال الثانية، فحقوق النادي حافظ عليها،
ما يقعدون يتقضون من عندنا مني، منعنا منك يا مشعبي. الاهلي والاتحاد موافقين انه يجيبوا لنا ديابي وايبانيز اعاره. المشكله مو هنا، هذول الاثنين لو لعبوا معانا فعليا ما اتوقع انهم حيفكروا يرجعوا يلعبوا في الاتحاد والاهلي مره ثانيه، لانه بيئه الهلال تختلف، لانهم حييجوا عندنا ينافسوا على كاس عالم للانديه، وبفرقهم ما هم قادرين ينافسوا على كاس ملك ودوري. فما اتوقع انه اداره الاهلي واداره الاتحاد تخطر في بالهم يعيرون اللاعبين. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الاهم من ده كله، اهم من ده تماما، هل الهلال وصل لمرحله فقر انه يستلف من الانديه؟ ليه احنا هذوليك؟ يا اخوي لا نظام اعاره ولا نظام اقساط ولا تابي وتماره ولا نبا ولا شيء. ابعدوا عننا. لا الجمهور موافق ولا الاداره موافقه ولا اللاعب ولا شيء. بلا ايبانيز بلا مدري مين، بلا كاس عالم بلا كاس التسامح. روحوا شوفوا لكم مدافع ثاني. اتركوا لاعبنا في حاله. احنا يلا نبدا نشوف اللاعبين اللي يشدوا معانا على طول. ايبانيز افضل مدافع في الدوري الان، هاتوا. يا اخي ايش اقول؟ يعني بين كل مدافعين العالم مدافعين الارض يا اخي تقدر تجيب فان دايك، ما تبى صح جدد، روح فاوض ساليبا واحد من افضل مدافعين العالم الان، روح فاوضه يا اخي، فكنا شرك يا اخي. جاي ابا ايبانيز. معقوله؟ اقول لكم شيء والله، خبر ايبانيز للهلال جاني اول